الأدعية والأذكار النبوية. فاكر زمان لما الشيطان قال لربنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين يعني عبد بيقول لربنا يا رب أنا كلي بكياني ملكك يا الله يا خالقي ورازقي. فكان صلى الله عليه وآله وسلم بيعلمنا أدعية ترسخ المعنى ده. أنا لله سبحانه وتعالى كل خطواتي. فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من دعوة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الأربعة دول من المعاني اللي هقول لك معناهم دلوقتي بيحققوا العبد المخلص لله اللي الشيطان ملوش عليه أثر، وحتى لو الشيطان غلطه بيرجع لطريق ربنا على طول. أسألك الهدى. الهداية هي رؤية الأشياء على حقيقتها كما يحب الله. فأنا شايف الأشياء زي ما ربنا يحبني أشوفها، مفيش حاجة أنا مخدوع فيها، شايف الصح صح والغلط غلط، الصغيرة صغيرة والفاحشة الكبيرة كبيرة. ممكن أغلط بس ما بقاش إنسان مغتر مخدوع. الشيطان ما ضلنيش، ما هو عكس الهدى الضلال، إن يخليني أشوف الحاجة الوحشة إنها شيء جميل ومناسب جدا وهو ده سبب سعادتي، فأعيش فيه وربنا غضبان عليا. أسألك الهدى والتقى. أصل كلمة تقوى يعني حماية، واللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى هو واحد بيعمل تصرفات تحمي علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. فكأن صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بص التنسيقة والترتيبة والكنز اللي ورا الأربع أمنيات دي. أسألك الهدى، أرى كل شيء كما تحب، الذي يؤدي إلى التقى، أبعد عن اللي يغضبك عليا وأعمل اللي ترضى بيه عني حفاظا على العلاقة. يا رب ما تسحبش في حاجة تفسد جمال الود اللي بيني وبينك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما حسش بقبضة القلب بسبب الجفا اللي أنا صنعته بيني وبين طريقك يا رب. أسألك الهدى والتقى والعفاف. أصل كلمة العفاف هي الاكتفاء بالمباح. فالعفاف في الفلوس إني ما مدش إيدي ولا عيني لحاجة ما تكونش مش من حقي، فأنا كده عندي عفة في اليد. والعفاف في العلاقات مع الجنس الآخر إن أنا ما عاملش علاقة وما يبقاش عندي نظرات لحد غير مباح بالنسبة لي. فالمتجوز اللي عنده عفة مراته مكفياه، مش بيتعدى لغير مراته. الست اللي متجوزة اللي عندها عفة جوزها مالي عينيها. الشخص اللي عنده فلوس بكم معين مثلا 1000 جنيه لو عنده عفة ما يمدش ايديه للحرام ويحصل له حالة من الاكتفاء بالمتاح. هيجتهد في الحلال، هيبذل في الحلال عشان يزود الدخل، لكن العفة أن تبقى في محيط الحلال، لأن العفاف دليل التقى والتقى دليل الهداية. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مش هعرف أعمل ده كله إلا لما أكون مستغني بربنا وشايف إن اختيارات ربنا ليا تغنيني. الموجود يكفي، أنا غني بالله، عندي الكم ده من الفلوس بعد ما بذلت أقصى حاجة، مش هعرف أشتغل أكتر من كده، أنا مستغني بالكم ده وتطلعاتي على قد الكم ده. دول عيالي، دي مراتي، دول أهلي، ده وضعي بعد ما بذلت أقصى ما يمكن بذله في العمل والأخذ بالأسباب. ما هو موجود يكفيني. ده كده إنسان مستغني بالله، مستغني بالمتاح والموجود. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كده أنت من عباد الله المخلصين. كده أنت عايش في الدنيا الشيطان ضعيف قوي قدامك، ولو خلاك تغلط أنت سريع الرجوع إلى الله لأنك مستغني بالله وعندك عفة وبتحمي العلاقة تقي، وأنت راجل شايف اللي ربنا يحبك تشوفه لأنك مهدي. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ده كنز أدعية النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة.